زائر مدينة قولة اليونانية بيفاجأ بتمثال لمحمد علي وشارع باسمه. مش بس كده، لكن كمان هيلاقي علم مصر على بعض المباني المهمة اللي في مدينة قولة. سنة 1769 وفي مدينة قولة اتولد محمد علي، والمدينة كانت في الوقت ده جزء من البلقان وتابعة للإمبراطورية العثمانية. في خلال توليه حكم مصر استطاع محمد علي إنه يتغلب على الوهابيين المنشقين في شبه الجزيرة العربية. علشان يكافئ السلطان العثماني محمود الثاني، صرح له في سنة 1813 إنه يبني مؤسسة تعليمية خيرية في مسقط رأسه. وفعلا بنى محمد علي وقف عبارة عن كلية ودرس خانة وكتاب وإمارات اللي معناه مطعم للفقراء، وبجانب كده مباني إدارية بتخدم المجموعة السابقة. اتبنى الوقف على مساحة 4000 متر مربع، زود التلاميذ بالمسكن والطعام المجاني. اهتم محمد علي شخصيا والحكام اللي جم بعده بالوقف، وبإرسال العلماء والإداريين المصريين للمدينة اللي كان لهم دور كبير في تخطيطها وتحديثها. وبالوقت اتحولت مدينة قولة لجزء من المقاطعات المصرية. الوقف لعب دور اجتماعي مهم، بالذات في سنة 1923 لما اتعملت اتفاقية لوزان بعد الحرب العالمية الأولى، وبين تركيا وأوروبا انتقل مجموعة كبيرة من اللاجئين اليونانيين إلى مدينة قولة، وأقاموا في الوقف اللي اشتهر باسم إمارات. وفي سنة 1984 تم توقيع اتفاقية بين الجانب المصري واليوناني لاستمرار تبعية الإمارات ومنزل أسرة محمد علي إلى مصر. بعد وصول الوقف لحالة سيئة جدا في سنة 1997 رجع الوقف يسترد مكانته بترميمه واستخدامه وتأهيله ليواكب العصر الحديث. هو ده اللي خلى لحد النهاردة شارع في اليونان باسم محمد علي، وخلى كمان علم مصر مرفوع على مباني هناك.